السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ حابة النهاردة ابدأ الفيديو بشوية فضفضة عن ليه احنا كبنات او ستات عامة يعني بنحس كده بالفرهدة بسرعة. يعني بدأنا كده نحس مؤخرا، مش عارفة انا لوحدي ولا انتوا كده برضو، بس حتة اللي هو ايه تحس فجأة كده ان انت بدون اي سبب وبدون اي مشكلة ولا اي حاجة، خلاص انت حاسس ان انت مفرهد، حاسس ان انت مش عايز تعمل اي حاجة، حاسة ان انت مرهقة جدا، ممكن تعيطي من غير اي حاجة ولا اي سبب، حاسة بضغط شديد جدا. ممكن ميبقاش حتى عندك فترة ضغوط ولا اي حاجة، بس فجأة تحس انك خلاص انا عايزة انهار يا جماعة وادوني فرصتي. يعني يمكن الاكتر اللي بيتعب ان انتي مش واخدة فرصتك انك تنهاري اساسا، ما عندكش رفاهية الانهيار، مش وقته. ف مش عارفة، يعني لما فكرت في الموضوع حسيت ان احنا اوقات كتير قوي بنشتكي من النعمة نفسها. يعني مثلا اكون حاسة بضغط من مثلا الاولاد او من البيت، او لو حد عنده شغل مثلا من الشغل، لو حتى تعبانة حتى، يعني فكون ان انتي في شوية صحة عندك وتعبانة من حاجة معينة، دي لوحديها نعمة. كون ان انتي حتى لو راقدة على السرير او ايا كان حالتك، في نفس طالع وداخل. اظن اللي بيكون عنده كده قبضة في نفسه ومش قادر ياخد نفسه بيحس بالنعمة دي كويس قوي. فكون النفس بس لوحده دي لوحديها يعني فضل ونعمة من ربنا كبير قوي. ففعلا احيانا كتير قوي بنحس ان احنا لما بنشتكي من النعمة اللي عندنا، بشتكي من الفرهدة بتاعت العيال مثلا، لا دي مذاكرة، وقت دراسة، وقت شغل، البيت بقى، وداخلين على رمضان وتنظيفات و كل دي نعمة. نعمة ان انت عندك بيت غيرك ما عندوش، نعمة ان انت عندك اولاد غيرك برضو بيتمنى، نعمة ان انت عندك اساسا تجهيزات ونفسك تجهزي، فدي لوحديها يعني الحمد لله. فاوقات كتير برضو احنا اللي بنضغط نفسنا، احنا اللي علشان خاطر حاطين وقت معين ان لازم خلال الوقت ده انا اخلص كل حاجة ولوحدي وبنفسي ومن غير اي مساعدة، ده لوحديها كارثة يعني. واعتقد احنا الستات بنحب فكرة السوبر بقى وومن، الاندبندنت وومن، اي وومن في الدنيا، اي ست انا راشقه فيها حته بقى ان انت شطوره ولازم تعملي كل حاجه لوحدك ولازم تعملي كل حاجه بيرفكت بقى وايه وعلى سنجة 10، فكأن عندك زياره يعني كل يوم. فاعتقد يعني ان دي لو واحده يعني عندها كمان اطفال وكده، فدي فكره مستحيله. يعني انا شخصيا بعاني من الموضوع ده، فكرة ان المخدات بس ما تنزلش من على الكنبة، دي ده معجزة. فيعني بجد ربنا يكون في عوننا كلنا. لو حد بيفرهد زي برضو يقولي، وقولوا له بتعملوا ايه في الفرهدة دي. بتهيألي اول حاجة الواحد المفروض يعملها هو ان هو يتذكر بس نعم ربنا، وان الحمد لله اللي انا بشتكي منه ده هو نعمة في حد ذاته. حتى لو انا مش فاهم نعمة في ايه، حتى لو انا مش شايف ان دي نعمة، او شايف ان انا تعبانة، او شايفة ان انا لا انا مفرهدة، انا فعلا محتاجة افصل شوية، او محتاجة برضو استشعر الامتنان كده لربنا واستشعر النعمة اللي انا موجودة فيها. اعتقد دي حاجة هتهون شوية على الواحدة يعني نوعا ما. تاني حاجة نقدر نعملها هو اننا ناخد بريك، واعتقد ان دي حاجة صعبة شوية، وفي ناس بتشوفها انها سهلة يعني. في ناس بتشوف ان البريك بالنسبة لها ان انا همسك التليفون وافضل بقى سكرول شوية وعليه وكده، فدي لوحديها برضو مش بريك ولا حاجة. بعتقد ان دي بتستنزف المخ وبتخلينا يمكن كمان نزود الهم اكتر، لان انتي بتشوفي في الدقيقتين 3 اللي انتي قاعدة عليهم بتشوفي كم من الناس وكم من الستات اللي بتسافر واللي بتروح واللي بتيجي واللي مربية عيالها عاملة ازاي، ومش عارف في بيتها سنجة 10 وحاجة كده، تحس ان انتي ايه ده، هو انا مش عايشة ولا ايه؟ فبتحسي بالضغط اكتر وانتي مش حاسة، انتي مفكرة ان انتي مبسوطة. الله، دي حاجة حلوة قوي، بس بعد ما بتخلصي بتحسي بالهم اكتر. طب هو انا ليه كده؟ هو انا فين؟ هو ايه البيت اللي انا عايشة فيه ده؟ تحسي ان انتي كارهة حياتك وكارهة نفسك.
فبتهيألي البريك مش هو اللي اقصد بيه حتة التليفون او كده. فالبريك بالنسبة لي حتة ان انا اعمل حاجة لنفسي، اعمل حاجة بتريحني بتفصلني بجد، احس فيها ان انا اللي هو انا بعمل حاجة ليا، انا ليا لهالة، مش انا بجري بسرعة عشان اخلص عشان العيال، بجري بسرعة عشان خاطر جوزي، بجري بسرعة عشان خاطر الشغل، لا مش عارف ورايا ميعاد ايه وورايا ميعاد ايه وبتاع. لا انا بعمل حاجة ليا انا، فبراحتي وبالراحة على نفسك. ان شاء الله حتى يعني بصراحة يعني ادخل الحمام واقفل على نفسي، يا حاجة حلوة قوي. اخد شاور كده بالراحة من غير ما حد يخبط لي على الباب ويقول لي ماما عاوزة حاجة، اشرب حاجة دافية، اشرب كوباية قهوة، اقرأ كده بهدوء، اقعد بس اكتب كلمتين كده مزاجي رايق ليهم، اسمع حاجة مثلا وانا بروق الدرج اللي جنبي، يعني ايا كان، المهم ان انا بستشعر الحاجة اللي انا بعملها وبعملها عشان افصل، يعني مش بفكر في حاجة، مش بفكر في المهمة اللي بعدها، لا انا بفكر في الحاجة اللي دلوقتي بس. ان شاء الله بحط كريم على وشي، يعني استخدمي نقطة نقطة وحاولي بقى ايه تفصصيها. فبصراحة البريك ده مهم جدا، وحتة انك تخصصي وقت لنفسك كل يوم ده بيدي كده شحنة لنفسك، وعلى المستوى البعيد بيحسسك ان انت لا انت مشتاقة للوقت ده، انت بتخلصي وبتجري كل حاجة عشان خاطر الوقت ده كأن ميعاد مع نفسك، ودي حاجة حلوة جدا يعني. فيما بعد بتحسي ان انت مستمتعة، بتحسي ان انت بتخترعي حاجات مع نفسك، بتحسي ان انت بتفهميها اكتر، بتعرفيها اكتر، تعرفي ايه اللي مضايقك، تعرفي ايه اللي بيبسطك، ايه اللي نفسك فيه، ايه الحاجات اللي مؤجلاها وعايزة تعمليها. فحبوا نفسكم شوية يا جماعة وقربوا، عشان هي بجد تستاهل الحب ده. واتمنى ان احنا بعد كده نقدر يعني بالراحة شوية على نفسنا، مفيش حاجة هتطير. يمكن الضغط شوية اللي العالم بقى فيه، وحتة اللي كله بسرعة 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 بسرعة، مش عارفة ليه، مش عارفة هنلحق ايه، مش عارفة ورانا ايه، مع ان السرعة دي كلها لو فكرنا هنلاقيها ان هي من عمرنا، يعني كل دقيقة بتعدي مش بنعرف نرجعها تاني، فده عمرنا بيضيع واحنا مش بنستفيد ولا بنستمتع. لا ده احنا كأن احنا داخلين حرب او مهمة مثلا رسمية، والمهمة الاولى نجحت فاوكي تشيك عليها، التانية تشيك، التالتة تشيك، وهكذا لحد ما نخلص الليستة بتاعت المهمات، واحنا منهكين حرفيا جسديا ونفسيا وذهنيا وكل حاجة. فأتمنى ان بالراحة على نفسنا، احضنوا نفسكم شوية، حبوا ودلعوا نفسكم شوية. ولو حد زيي يشاركني برضو في الكومنتس ويقول لي بيعمل ايه وبيحب ايه وبيجيب معاه نتيجة ولا لا. اوكي.